السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. انتوا وحشتوني 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 من اخر فيديو انا نزلته معاكم. والله العظيم بجد بجد وحشتوني. لكل اللي سألوا عليا حبايبي، ربنا يخليكم ليا يا رب، ما تحرم منكم ابدا ابدا ابدا. متشكرة لكل اللي سأل عليا وكل حد سأل عليا، ربنا يخليكم ليا يا رب. أنا بخير وكويسة والحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس اليومين دول انتوا عارفين ضايقين جدا جدا جدا. فالنهارده انزلكم كده بفيديو جديد، نبذة كده عن الايه الأيام اللي فاتت ديت اللي أنا عملتها. الفيديو ده والله متصور بقاله كذا يوم، بس برضو كنتش عارفة انزله خالص. كان النت عندي فيه مشكلة شوية. النت عندي بيعطل جامد، لان بيتعمل جنبينا هنا مترو. يعني بيتعمل في المكان اللي انا عايشه موجوده فيه دوت، بيتعمل مترو جديد. فالمترو بقى دوت طبعا بيكسروا كده، فبيأثر بقى على النت. الكابلات شويه نلاقيها يقولوا اتسرقت، وشويه يقولوا في عطل لما مطرح التكسير يعني وكده. فالنت عندي مش بحالته الطبيعيه خالص، كل يوم والتاني في مشاكل. انا حابه ارحب بالناس الجديده اللي دخلت لي القناه، متشكره ليكم جدا جدا جدا، نورتوني وكترتوني واسعدني وجودكم جدا عندي في القناه، وشرف ليا وعلى راسي لكل حد دخل عندي القناه. ربنا يخليكم يا رب ويفرحكم كده فرحه كبيره تدمع عليها العين بحق هذه الايام المفترجه. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، اما اخواتي واصحابي وحبايبي اللي هم معايا في الفيديوهات كده، من كل فيديو كده ما بيسيبوليش فيديو. حبايبي ربنا يخليكم ليا يا رب وانتوا اساسا يعني انتوا في القلب كده، وكلامكم على راسي، ووجودكم عندي شرف ليا، ووجودكم على راسي كده، ان انتوا عندي في القناة وان انتوا معايا وانتوا ناس جميلة وناس محترمة. مهما هتكلم مش هوفيكوا حقكم والله العظيم، ابدا ابدا ابدا. كل سنة وانتوا طيبين. خلاص رمضان خلص يا حبايب قلبي، كل اللي فاضل فيه ساعات، بس ساعات كده ويجي هوا ومشي هوا ومحسناش بيه. وربنا يبلغنا كده رمضان أعواما أعواما عديدة، ويفرحكم كده يا حبايب قلبي. الكل اللي متابعني وكل اللي بيشاهد هبة، وكل اللي بيقول لي هبة كل كلمة حلوة بيكبر بخاطرها فيها وبيفرحها كده بتعليقه الجميل وبكلامكم الجميل. ربنا يفرحكم في الأيام الجميلة اللي احنا فيها ديت. فرحة تدمع عليها عينيكم، وربنا يريح قلبكم يا رب، وينولكم الهنا والسعد والسرور والفرح، وصحة كويسة، وبحق هذه الأيام المفترجة يا رب. واللي ما اتجوزتش ربنا يرزقها بالزوج الصالح يا رب، واللي ما خلفتش ربنا يرزقها بالذرية الصالحة بحق هذه الأيام المفترجة يا رب اللي احنا فيها. ويشفي كل مريض، ويسدد كل مديون، يسدد دين كل مديون يا رب العالمين. لكل اخواتي وحبايبي واصحابي اللي بيسمعوني، ربنا يرزقكم الفرح والخير والهنا يا رب بحق هذه الايام المفترجه. والله العظيم انا بدعي لكم يعني بظهر الغيب في الايام الحلوه ديت قوي قوي قوي. عايزاكم تدعوا كتير في الكام ساعة اللي فاضلين دول. ربنا يقبل كده، كلنا ندعي كده لبعضينا ان ربنا يطلعنا كده من رمضان وهو مستجيب لنا دعواتنا وصلاتنا وسجودنا وقيامنا. ربنا يتقبل مننا كل دوت يا رب. وعايزاكم تدعوا دعوة الهبة حلوة كده من قلوبكم الصافية اللي زي الفل، ان ربنا يشفي هبة يا رب، وتفضل معاكم كده على طول في القناة يا حبايب قلبي. بصوا هنا بقى نصلي على الحبيب المصطفى قبل ما ندخل للفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طولت عليكم في المقدمة، بس بجد كان لازم أدعي لكم، أدعي لكل إخواتي وحبايبي اللي معايا في اللي بيشاهدوني وبيسمعوني، عشان انتوا حد جميل بصراحة، يعني ناس محترمة جدا. بصوا هنا بقى دخلت قلت ايه انضف كده بقى تنظيفات العيد. طبعا انا كنت متفقه معاكم ان انا عامله كل حاجه قبل رمضان، كل حاجه انا كنت شايلاها وغسلاها، فمش شلتش اي حاجه وغسلتها خالص في رمضان. التنظيف يا جماعه يعني بصوا التنظيف ما بيخلصش والشغل ما بيخلصش، بس الايام ديت حلوه قوي ان احنا نقعد نصلي وندعي كتير قوي عشان ايه ربنا يكرمنا. بصوا هنا بقى مسكت الاوضه كلها نضفتها وخليتها كده زي الفل، شلتها كده ايه شيله هيله بيله يعني، خليتها كده فله وشمعة منوره. وبقيت بقى بصوا هنا كانت شروق عملت، يعني انا عملت بره وشروق عملت هنا. فبصوا جبت لكم منظر اللقطه الاخيره كده من تنظيفات الايه من تنظيفات العيد، نبذه عن اللي احنا يعني ايه عن اللي انا عملته. بصوا هنا بقى دخلت هعمل معاكم ان شاء الله بامر الله البيديفور.
الفيديو ده متصور بقاله كذا يوم يعني، بس كنت زي ما بقول لكم مش عارفه امنتجه ولا انزله عشان النت. بصوا هنا كنت دي سمنه بلدي انا كنت جايباها، فهسيحها وهعمل بيها البيدي فور. طلع بقى حبه بيدي فور والله العظيم وحياة ربنا، انا لو اللي يناولني كده واللي يطولني لاكل كل حبايبي اللي بيسمعوني، والله العظيم بجد طلعوا حبه بيدي فور عسل 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 زي حبايب قلبي اللي بيتابعوني. والله مش عشان انا اللي عاملاه، والله 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 مش عشان انا اللي عاملاه، بس طلع بجد وهم، والله العظيم بجد بجد وهم. كل سنه وانتم طيبين. قولوا لي بقى عملتوا الكحك ولا اشتريته ولا ناويين على ايه؟ هي اكيد كلكم عملتوا واكيد اشتريتوا، ويعني في ناس اشترت وفي ناس جابت. انا بصراحه كنت هشتري السنه دي، يعني كنت هشتري، كانت يعني ايه، قلت برضو مش عايزه اضيع وقتي، يعني بياخد وقت برضو بياخد وقت. فقلت لهم ايه احنا نشتري يا ولاد؟ قالوا لي لا يا ماما، ما رضيوش ابدا. قالوا لي يا ماما اللي بتعمليه احسن من اللي بنجيبه من بره ده جاهز مليون المره، فيا ريت يا ماما بقى تعملي لنا. بصراحه خدتهم كده يومين ورا بعض كانوا فحت وردم، بس يعني عرفت اصور يعني ايه، صورت اللي قدرت عليه واللي ما قدرتش عليه ما كنتش ما عرفتش اصور برضو، لان انتوا عارفين الفوضى بتاعته، يعني الفوضى بتاعت الكحك والبسكويت، وكنت انا لوحدي. يعني هعجن وهعمل بصوا كنت برضو لوحدي، ما ولادي ما ساعدونيش فيه خالص، لاني الله يكون في عونهم يا رب ويجبرهم بخاطرهم، هم ما كانوش فاضيين كانوا في دروسهم. فانا كنت بعمل جزء قبل الفطار وجزء بعد الفطار. بصوا بقى السمنه سيحتها وخدتها حطيتها حطيتها في الفريزر، يعني ايه سقعت شويه، استنيت لما بردت خالص، لما بردت خالص ورحت بقى ايه معايره بالظبط ايه على البيديفور المقدار اللي انا عايزاه. طبعا كلكم عارفين مكونات البيديفور والمقادير وكله ده. سكر مطحون، طحنت كده كوبايتين سكر، وهنا السمنه عايرتها 800 جرام على الكيلو، 800 على كيلو البيديفور حطيت 800 جرام زبده سمنه بلدي اهيت اللي انا سيحتها. بصوا طالع بقى ريحته تحفه. عايزه تعمليه بالزبده براحتك، بس انا كان بما ان انا اشتريت بيبقى جميل برضو بالزبده، بما ان انا اشتريت سمنه بلدي عشان الكحك يعني ونواعم العيد ديت، فقلت لا خلاص ادام جبت سمنه، فكنت جايبه سمنه كميه يعني كبيره، فقلت لا خلاص ادام انا جبت فبالمره بقى ايه اعمل البيديفور، مش هشتري زبده، ما كانش عندي زبده، فقلت لا هعمله كله بالسمنه. فعملته كله بالسمنه البلدي بقى اللي سيحتها دي. كان قمر والله العظيم، والله العظيم مش عشان انا اللي عاملاه، بس كان بجد بجد بشهاده كل اللي داقه قال لي تحفه. طبعا بنعمل وبنفرق لحبايبنا واللي حوالينا وندوق كده، وعادة بقى عادات المصريين الجميلة، ربنا ما يحرمنا من عاداتنا يا رب، ويدينا الصحة ونعمل لولادنا ونفرحهم. هي بتبقى فرحة بصراحة للعيال، يعني انا ولادي كانوا يجوا من بره شامين الريحة يقولوا لي يا ماما الريحة جميلة، يا ماما ريحة البيت اتقلبت. بصوا كانت فرحة كده. جيت بقى وانا بعمل البسكويت، فاخترت اليوم اللي هم كانوا موجودين فيه وعملت البسكويت عشان يلفوا معايا المكنه، لان انا بعمله بالمكنه مش بحب اعمله بالكيس. عندي الكيس بس ما حبيتوش بالكيس زي ما حبيته بالمكنه زي ماما، يعني انا بعمل كل مقادير وتفاصيل وكل حاجه زي ما ماما معلمتني بالظبط. ما ان الطريقه بتاعت ماما طريقه ناجحه جدا، وطريقتها حلوة بصراحة، والحاجة بتطلع مظبوطة، ولا حاجة زايدة ولا حاجة ناقصة. كل واحد بيبقى ماشي تبع الايه مامته يعني، وكل اللي هو طلع واتربى عليه واتعود عليه. بصوا هنا بقى مسكت السمنة قلبتها كويس قوي 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 مع السكر، قلبتها كده تقليبة يعني ايه بدخل السكر في السمنة عشان لما اعملها بالمضرب السكر ما يطلعش، يعني واخدين بالكم ما يطرش معايا. بصوا هنا بقى ايه دخلت كده يعني دخلت المكونات كلها كده في بعضها، وايه وهمسكها بقى اضربها كلها كده بالمضرب اهو، بالمضرب الكهرباء وصلته. طبعا كنت ايه بضرب شوية وبريح المضرب شوية عشان ايه برضو المضرب خسارة ما بيسخن او كده ما يسخنش مني. يعني لازم كنت اريحه برضو شوية لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. بصوا فضلت اضرب
في السمنة والسكر لغاية ما بقوا كريمي كده خالص. طلع حبة بديفور تحفة، عايزين بقكم والله العظيم يا حبايب قلبي. قولوا لي بقى نضفتوا للعيد ولا لسه؟ بس خلاص ما اظنش يعني في حد لسه ما عملش حاجة، لان تنظيفات لان العيد خلاص ده فاضل يعني بكرة الوقفة، او الفيديو ده حسب ما هينزل لكم بقى. هو النهاردة اللي هو 29 رمضان، انا بسجل كده دلوقتي 29 رمضان، فبكرة 30 رمضان اخر يوم. يعني النهاردة الاثنين، بكرة التلات الوقفة. فاكيد بقى كل نضف، بس في ناس بتحب تفرش يوم الوقفة. انا في العيد ما يعني في العيد ما بحبش افرش يوم الوقفة خالص. بحب افرش قبل يوم الوقفة كده بيومين 3 عادي، يعني مفيش مشكلة. عكس رمضان، رمضان بحب افرش يوم السحور وعلق الزينة يوم السحور. لكن العيد لا، ممكن اعمل قبل العيد ب3 4 ايام عادي. يعني بنضف كده. يعني انا دلوقتي خلاص الحمد لله ولك الحمد، خلصنا كل الشغل اللي عندنا. طبعا جبت لكم نبذة بسيطة، ما جبتش تفاصيل، عشان زي ما بقول لكم كنت لوحدي. يعني ما حد، ولادي ساعدوني في الشقة. فطبعا كان ويلي حاجة يعني نواعم العيد، وويل برضو بال تاني في الشقة. برضو كنت في حاجات لازم اعملها بنفسي، ما كانش ولادي ينفع ان انا اخليهم يعني يعملوا حاجات ما كانوش يعرفوا يعملوها. زائد بقى طبعا الصلاة. وانا كنت بصراحة يعني انا كنت عايزة اجل التنظيف كمان العيد دوت. قلت انضف في ايام العيد عشان بحب الايام الاخيرة ديت بتاعة رمضان. يعني ايه يعني اعمل يعني اصلي وادعي كتير واقرا قرآن وكده. فكنت ناوية اخلص التنظيف يعني اعمله بعد العيد، ورجعت قلت ايه كده كده الشقة مش مستاهلة. راح العيال قالوا لي يا ماما لأ، ناخدها كده تنظيفة، يعني تنظيفة سريعة بهجة، برضو ندي بهجة للبيت. بصوا هنا نزلت بالبيض. بصوا بعد ما اداني بقى البيديفور القوام اللي انا عايزاه كله اهو. بصوا القوام طلع جميل قوي لغاية ما عمل كريمي كده. بدأت ان انا انزل بيضة بيضة بالفانيليا لغاية البيضة ما تختفي. ما ببالغش في الضرب، يعني البيضة مقدار بس ما تختفي من قدام عينيا، اروح نازله بالبيضه التانية. حطيت لكيلو البيديفور وحطيت بيضتين. طبعا انا عامله هنا 2 كيلو بيديفور مش عامله كيلو، فعملت 2 كيلو بيديفور فحطيت لهم 4 بيض. بحط بالبياض بالصفار بكله، انا بحبه كده وبيطلع معايا زي الفل. وال14 انش بقى حابه تفصلي البيض عن البياض عن الصفار، كل واحد على حسب ما اتعود، وكل واحد على حسب هو حابب ايه. فانت شايفه الطريقه دي ناجحه معاكي، اعملي اللي انت حباه واللي انت مرتاحه فيه. انا الطريقه ان انا احط البيضتين كاملين، يعني احط البيض بالبياض بالصفار بكله، انا بحب كده. وطريقه ناجحه معايا جدا جدا جدا. ولو اقول لكم ناعم قد ايه ده يدوب، والله العظيم بنحطه كده في بقنا بيدوب لوحده. بصوا هنا حطيت اهو كده لميت الجوانب كلها. وهنا طبعا كنت نخله دي وحاطه عليه ذرة ملح. طبعا ما بحطش للبيديفور بيكنج باودر ولا حاجة. حطيت نخلة دقيق كويس جدا ورحت حاطه له ذرة ملح، وهبدأ انزل بيه تدريجيا. ما بنزلش بالدقيق برضو مرة واحدة، تدريجيا كده. بحاول ان انا ادخل ومش بعجن، يعني مش بعجن. بلم بس العجينة، بدخل الدقيق جوه المواد السائلة اللي انا نزلت بيها كلها. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي، وعيد كريم عليكم ويجي سعيد عليكم، ويجي عليكم كده بالخير والصحة والسلامة. وربنا يبلغنا العيد كده، يبلغنا رمضان أعواما وأعواما وأعواما عديدة. مين زعلان زي إن رمضان خلص؟ أيامه جميلة جميلة جميلة. بصوا هنا بقى مسكت دخلت كده الدقيق كله جوه المواد السائله اللي انا نزلت بيها يعني. هنا طبعا بقى كانت المعلقه مش هتجيب معايا اي نتيجه، فمسكت بصوا شمرت بقى ولميت. بص بقى العجينه طالعه تحفه تحفه من الجمال، وريحه السمنه بصوا ودت في حته تانية خالص. والله العظيم جميله. هنا بقى كنت بشوف يعني العجينه محتاجه حاجه، بس لقيتها والله العظيم مظبوطه على الملي، مظبوطه على الملي. بصوا عملت هنا بقى الصينيه الصغيره ديت ادخلها الفرن، اعمل تيست يعني.
لما طلعت ولقيتها تمام التمام رحنا بقى ايه مكمله. هنا كانت بقى ايه، طلعت وجربت النتيجه يعني، وايه ولقيت الدنيا تمام التمام وكان طالع تحفه. رحت بقى بدات ان انا ايه اكمل بقى بالايه، بالمكنه. قلت اعمل اشكال بقى، انت بقى الشكل اللي انت بتحبيه واللي انت عايزاه اعمليه، ده لو محدش عمل يعني. بصوا هنا عملت شكل القلب دوت. اعمل كده عشان ايه الزق، يعني ايه اعمل مثلا مجوز يعني اتنين اتنين، عشان ايه اما اجي الزقهم بالمربى او بالشوكولاته فيبقوا ايه وكل واحده اختها واحده. اهو بصوا هنا بقى كده كنت ايه قاعده بقى بلزق، وهنا كانت شروق بقى جت وقعدت لزقت بقى معايا. بصوا انا جبت معاكم كده حاجه بسيطه، لكن شروق بقى اللي ايه اللي قعدت ولزقته بقى بقيته كله. كانت جت بقى من الدرس قلت لها لا اقعدي بقى انت اعملي الشغل ده، عشان كنت انا بقى هعمل الكحك هعجن الكحك. وكده بقى يا حبايب قلبي يكون الفيديو بتاعي انتهى. ويا رب كده ايه يكون عجبكم ونال اعجابكم، ويجعلني كده عند حسن ظنكم. واسفه جدا على التاخير، تاخير الفيديوهات، سامحوني معلش يومين ضيقين جدا، وانا بحب ان انا ابقى ايه قاعده فيهم كده مع ربنا، وربنا يتقبل دعانا وصلاتنا يا رب وصيامنا يا رب بحق هذه الايام المفترجه. اهو هنا بصوا بعد ما ايه ما لزقنا جزء منه، جزء كبير ده كله كان اللي هو بشوكولاته. اهو بصوا طلع بقى تحفه من الجمال. وده الكحك كنت انا خبزته يعني عجنته هنا، كان لسه هيدخل هنا الفرن. يلا حبايب قلبي بقى اشوفكم على خير وبخير في فيديو جديد. انتظروني بقى هنزل لكم ايه الايام الجايه ان شاء الله فيديوهات على طول. السلام عليكم.